الإنسان من بداية ظهوره على الأرض وقيمته بتتحدد بالموارد اللي هو بيمتلكها وبالصنعة والمهارة اللي بيقدر يفيد بيها المجتمع اللي حواليه واللي بتقدر تخليه يكتسب اللي ناقصه ويكمل احتياجه من الموارد من البشر اللي زيه. وعشان الإنسان يقدر يحافظ على الموارد اللي هو اكتسبها كان لازم ولابد إن هو يحميها من الكائنات المفترسة ومن البشر اللي زيه الحرامية اللي عايزين يسرقوها أو أي ظروف أو عوامل بيئية تقدر إن هي تفسد موارده. ومع مرور آلاف السنين وتطور علاقات البشر ببعض وتطور شكل الموارد، فالموارد في العصر الحديث بقت بتتمثل في كلمة واحدة بس، ألا وهي الفلوس. الفلوس دي بلغة عصرنا الحالي تقدر تشتري كل حاجة، تقدر تشتري بيت يقويك ويحميك، تقدر ان هي تجوزك وتخليك تكون أسرة، وتقدر ان هي تكفي كل احتياجاتك الأولية من أكل وشرب ومصاريف على مراتك وعيالك. ولكن الفلوس ما تقدرش تشتري أي حاجة، بمعنى وزي ما قلنا ان هي تقدر تخليك تشتري البيت اللي يقويك ولكن مش هتقدر تشتري الأمان. تقدر ان هي تخليك تتجوز ولكن ما تعرفش تعيش حياة زوجية سعيدة، ما تقدرش تكون أسرة صحية. الفلوس تقدر تعمل لك أكبر بيزنس والناس هتقول رجل الأعمال راح ورجل الأعمال جه، ولكن عمرها ما هتقدر تحقق لك ذاتك، وعمرها ما تخلي البيزنس ده يستمر ولا إنه يكسب حتى. ويجي السؤال هنا، هل الفلوس هي الكل في الكل ولا لأ؟ والإجابة دي أنت اللي هتجاوبها بنفسك بعد ما نعرف مع بعض هل أنت قادر فعلا إن أنت تكسب فلوس كتيرة وتقدر تحافظ عليها أصلا ولا لأ؟ أنت كإنسان حديث عايش في العصر اللي احنا فيه لازم تعرف الأسس والكتالوج اللي اتبنى عليه جدك من عصور ما قبل الحضارات، والكتالوج ده بيتلخص في كلمة واحدة بس، ألا وهي الندرة. أول قانون اتعمل في البشرية، قانون العرض والطلب، واللي ظهر لما الإنسان الأول بدأ يعيش في تجمعات وبدأ يستقر على ضفاف الأنهار. بالبلدي خالص وبمعنى بسيط، أنت في منك بكام؟ في كم واحد منك يقدر يعمل اللي انت تقدر تعمله؟ وكل ما طلب المجتمع اللي حواليك والبشر اللي زيك زاد، وكل ما العرض قل واخواتك من البشر ما بيقدروش يقدموا نفس اللي انت بتقدمه، هنا تصنع الندرة. بالبلدي برضو انت اللي هتتحكم في سعرك، واللي هيساعدك ان سعرك يزيد هو المجتمع ذات نفسه والبشر اللي حواليك. مع انه بشكل غريب جدا نفس المجتمع اللي اتكلمنا عليه واللي هو زود قيمتك هو برضه نفس البشر والمجتمع اللي يقدروا يخسفوا بقيمتك الأرض. على سبيل المثال شباب العصر الحديث واللي أنا واحد منهم، اللي اتغذوا ذهنيا بموروث خاطئ 100%. هو الموروث ده كان ينفع في فترة من الزمن ولكنه خلاص انتهى واتعفن. والموروث ده اللي هو خد شهادتك الجامعية وتخرج واشتغل، جمع موارد وهتعيش أحسن حياة تقدر تعيشها. الموروث ده اتكون لما كانت المجتمعات الحديثة فيها ندرة من الخريجين الجامعيين. كان الموضوع ده في فترة من الزمن كان نادر جدا، فكانت كل المؤسسات الحكومية والخاصة أي حد كان يتمنى بس إن خريج الجامعة ده يشتغل معاه أو إن هو يبقى موجود بس جنبه وحواليه. فبناء على قانون العرض والطلب فأنت نادر جدا، فسعرك عالي قوي والمجتمع كله طلبك. ومع مرور عشرات السنين والمجتمعات الحديثة دي بتتطور، الوضع ده اتشقلب تدريجيا، وده بسبب الندرة اللي اتكسرت. خريجين الجامعات أعدادهم بقت كبيرة جدا والمجتمعات الحديثة تشبعت من الموظفين والخريجين، فبالتالي العرض كبير بشكل مهول وجبار والطلب شبه معدوم. وبسبب التلقين المستمر للموروث الغلط ده للإنسان في العصر الحديث من أول وهو في الروضة، يعني مدرسين المدرسة، الأب والأم في البيت، دكاترة الجامعة، كل الناس دي بتقول لك نفس الخطة. فالواحد بيتخرج فينصدم بالواقع ويجيله اكتئاب حاد، إحباط وتوهان. بس هرجع وأقول لك إن الفترة الجامعية دي فترة مهمة جدا جدا، وأنا على المستوى الشخصي أثرت فيا قوي. أنا خلال ال4 سنين بتوع الكلية قدرت إن أنا أكون علاقات اجتماعية كبيرة، وقدرت إن أنا أغير وأطور من شخصيتي. مداركي اتوسعت جدا، والشخص اللي انا دخلت بيه من ثانويه عامه للكليه غير الشخص اللي انا اتخرجت بيه خالص. الحقيقه كانت تجربه دسمه ومليانه خبرات حياتيه كبيره جدا، وغيرت منظوري عن حاجات كتير قوي. ولكن في الحياه العمليه انا دمجت تعليمي في الكليه مع مهارات وصنعة أنا اتعلمتهم على جنب خالص، حاجات اتعلمتها عليها طلب كبير من الناس والناس محتاجاها. ولما بقيت متميز ومتمكن في الصنعة دي قوي عرضتها على الناس وقدرت إن أنا ألاقي زبوني والناس اللي محتاجاها، وسعرت مجهودي وشغلي وبقيت بشتغل لحسابي الخاص. وبالمناسبة الدوائر التجارية اللي أنا عملتها واللي كانت مبنية على العرض والطلب ومفيش ما بيننا إلا علاقات التجارة دي، أنا كونت منها دوائر اجتماعية، وقدرت أستفيد من الدوائر دي على الناحية العملية وعلى الناحية الاجتماعية والثقافية كمان. الصنعة ممكن تكون حدادة، نجارة، تجارة، ممكن تبقى بروجرامر او جرافيك ديزاينر. المبرمج ومصمم الجرافيك دول صناعية، ولو هم صناعية نص نص سعرهم هيبقى بخس في السوق ومش هيلاقوا عميل يتعاملوا معاه اصلا. التعليم اللي بجد وسنين الكورسات اللي انت المفروض فعلا تكون بتاخدها وبتطور نفسك فيها هو ان انت بتتعلم ازاي تفيد الناس اللي حواليك، ازاي تقدر تتبادل معاهم بان انت تديهم خدمة وهم يدوك موارد وفلوس. وبتنتقل من الخطوة دي من ان انت ازاي تبقى صنايعي
لازاي اصلا تدور على عميل، وازاي تخلي العميل ده عنده ولاء ليك وما يتعاملش الا معاك انت. بتبني ثقة ما بين منتجك وخدمتك وما بين العميل. اي مهارة اي موهبة تقدر تنميها وتبيعها، هو ده المفروض اللي انت تعمله، وده الكتالوج اللي اتبنى عليه الانسان من اول العصر الحجري لغاية النهاردة. طب خلصنا الجزء الاول واللي هو ازاي نجيب فلوس. الجزء التاني، الفلوس اللي هتبقى معاك والموارد اللي هتبقى معاك دي ازاي تحافظ عليها. لان زمان ايام جدك القديم الموارد بالنسبه له قيمتها ما كانتش بتقل، وما بتجيش بعد فتره اللي كان يقدر يجيبوا بيها زمان دلوقتي ما يقدرش يجيبوا بيها. لا، ما كانش فيه الكلام ده. فالكلام ده ظهر في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه ده، وده بما يسمى بالتضخم. التضخم ده هو سرطان الفلوس والموارد لأي شخص بيشتغل وبيجمع. ولكن هل السرطان اللي اسمه تضخم ده ملوش علاج؟ لا، أكيد له علاج. واللي هو إيه بقى؟ العلاج الأساسي أو العمود الأساسي في الموضوع ده إن أنت بتحول الفلوس بتاعتك لسلعة، لشيء مادي بيحتفظ بقيمته في نفسه. بمعنى إن أنت يبقى معاك فلوس تشتري بيها عقار، تشتري بيها بضاعة، تشتري بيها سلعة، تشتري بيها حاجات ثمينة زي الذهب والفضة والمجوهرات. كل الطرق اللي احنا بنتكلم عليها دي تقدر ان هي تحمي فلوسك من الانهيار ومن ان هي تتاكل وقيمتها تقل. على سبيل المثال 100,000 جنيه فلوس ما تحولوش لموارد ولا اي حاجة، فانت حاططهم في البنك وبيجيلك عليهم فايدة فلوس شهرية، وانت مبسوط بالموضوع ده جدا، بان انت مفيش اي ريسك عليك، بان انت ممكن تخسر قيمتهم، انت قاعد وكمان بتقبض عليهم بيولدوا كمان. وإذ فجأة بتصحى الصبح ال100,000 جنيه دول بيبقوا 75,000. لا، هم ما اتاكلوش أو ما نقصوش 25,000 ولا حاجة، ولكن قيمتهم الشرائية قلت. يعني ال100,000 جنيه اللي كانوا بيجيبوه من سنة دلوقتي ما يقدروش يجيبوه. ال100,000 جنيه زي ما هم، ولكن قيمتهم قلت. فاللي انا بقى بنصحك بيه شخصيا هو ان انت تحول فلوسك دي لمشروع استثماري تجاري خدمي، مشروع يقدر يقدم للناس حاجه. الطريقه دي تحافظ على فلوسك وتزودها وتكبرها كمان. ولكن احذر، خلي بالك، اوعى تاخد خطوه زي دي غير لما تكون على درايه ووعي كامل، عندك مهارات ريادة الأعمال وعامل دراسات جدوى وحاسبها بالملي. عشان انت لو ما عندكش كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده، المشروع اللي بتأمل فيه ان هو يحافظ على فلوسك ويديك أرباح كبيرة ويكبرك، لا، ده هيضيع لك فلوسك وممكن يفلسك كمان. فلو انت مش قد الخطوة دي، انت تقدر تحط الفلوس دي في شقة، في عقار، والعقار ده اكيد سعره بيزيد، ولكن مش هتكسب منه في وقت بسيط وتكسب مكاسب مهولة زي المشروع، ولكن هيحافظ على قيمة الفلوس. تقدر تشتري ذهب او حاجات ثمينة تحافظ على قيمة الفلوس، تقدر تحولها لأي مورد يحافظ على قيمة الفلوس عادي بدون اي ريسك يعني. ولكن في الاول وفي الاخر لازم تبقى مؤهل، لازم يبقى عندك كل الوعي والدراية بان انت ازاي تقدر تستثمر الفلوس دي في المشروع، علشان بدل ما يديك ارباح مهولة فيخسرك لا محالة. اتمنى ان اي شخص يكون بيتفرج على الفيديو ده، سواء كان طالب لسه ما دخلش جامعة او طالب جامعي او خريج وعدت به السنين، يكون استفاد من الفيديو ده. الفيديو ده لخص لك دورة المال والموارد من اول بداية الخليقة لغاية النهاردة. تقدر تبدأ في اي وقت، ومادام انت بقى عندك الوعي والادراك تقدر تتعلم، تقدر تفيد الناس، تقدر تكون فلوس وتحوش وتستثمر وتبقى مليونير. ولو انت حتى لو ما عندكش مهارات ريادة الاعمال، تقدر تبقى اكبر صناعي واشطر صنايعي يقدر يعمل فلوس كده اهو، والناس كلها تبقى محتاجاه. مش لازم تبقى بيزنس مان، مش لازم تبقى رائد اعمال، ولكن اللي لازم تكون بتعمله ان انت يبقى عندك ندرة، يبقى ليك قيمة وسط الناس. وكان معكم حورس قبط مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.